السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات وتدابير المنزلية. اليوم رايحة نحضر معاكم وصفة اللمبوط ولا وصفة المحقن، بزاف بنينة واقتصادية وطيب بالخف. هكذا مع الوقت نتاع الاختبارات تاع وليداتنا، هكذا نفرحوهم مع العشوة كي يكملوا القرايه، وربي قدرنا ان شاء الله عليهم. هذا ما كان نروحوا ديريكتومون للوصفه. راكم شفتوا يعني في المقدمه جا بزاف بنين وهشيش وزاكي، يعني تقريبا غير ب3 بيضات. نروحوا للوصفه كما قلت لكم. الوصفه فيها 3 بيضات كاملين، فيها كاس سكر رطب ناقص صباع. نقعدوا هكذا يعني نحركوا فيه مليح مليح بلا فوي. تحبوا ديروا بالباتور، تحبوا ديروا غير بلا فوي، هكذا بيدكم اكيد بوش حبيتو بوش متوفر في الدار. هنايا نديرو ثاني كاس تاع زيت ثاني نقص صباع، ونقعد نحرحر فيه مع السكر والبيض هكذا باش نعاون السكر انه يذوب لي مع البيض ولا الزيت، فهمتوني؟ يعني نحركو مليح مليح وما نخلي حتى يعني نقطه تاع السكر تكون باينه، يعني ندخلو مليح مليح ونجنسو مع بعضها. ولا هنا اكيد الا حبيتي يعني تقدري برك تذوب لي المقادير، اكيد راح تجي كونتيتي لاباس بها، يعني تشد لك واحد 3 ايام 4 ايام مليحه. هنايا نضيفو ثاني نشا ولا المايزينا نفس القياس تاع الزيت والسكر الرطب اللي هي كاس نقص صباع. كيما قلت لكم، ولا حبيتو ضاعفوا المقادير اكيد ديروا 6 بيضات، 2 كيسان سكر، 2 كيسان زيت، 2 كيسان مايزينا، ومغرفه تاع لافاني والفارينه على حسب العجينه نتاعكم، واكيد مغرفه صغيره تاع خميره كيميائيه. واذا عدتوا يعني رايحين تدوبلوا المقادير اكيد ديروا 2 مغارف. هنايا بعد ما درت النشا وذوبته مليح مليح ودخلته مع بعضه، ضفت ثاني مغرفه بومبي تاع لافاني. وثاني الا حبيتو يعني لاغوم تاع القارص ولا لاغوم تاع اي ذوق حبيتوه، اكيد يعني يعني تستبدلوه باللافاني. نديروا الفرينه غير بشويه هكذا ونقعدوا نخلطوا مليح، يعني ولا نطموا العجينه بلا بلا عجين، يعني نلموا فيها مليح مليح. والعجينه باش تساعدكم في الخدمه نتاعها ولا في التشكيل نتاعها، خلوها شويه طريه، يعني ما تيبسوهاش بزاف. انا هنا الفرينه نتاعي كانت شويه شربت لي العجينه، يعني كاينه فرينه من الفرينه. وديما نركز لكم يعني الفرينه اللي تكون مليحه هي نحب انايا نخدم بسيم ولا فرينه ماما، يعني تساعدني بزاف بزاف في الحلويات، سيرتو هكذا حلويات هذول الساهلين يعني ساك، فهمتوني؟ يعني تقليديه. شوفوا العجينه نتاعي لازم تكون طريه، تكون طريه مليح مليح باش تساعدك كي ديريها في اللامبوط. هنايا درتها في لابوش كما راكم تشوفوا، وما ساعدنيش لابوش واللي تنحيته، وقعدت ندير غير بشويه بالمول نتاعها ولا باللامبوط تاعها هكذا. ونحاول انه باش تجيني الحبه مشرشفه ومتحوفه ومليحه، نحاول انه نكسلها مليح مليح بسكرانه دايرين فيها الخميره، ومن بعد نولي ندورها باش تجينيك شغل مشكله مليح، ماشي نخليها هكذا سامبل. نحاول انه نشكلها كي شغل حلزون كما راكم تشوفوا هكذا. المبتدئات حاولوا غير بشويه هكذا بالحبه الحبه تتعلموا ان شاء الله، راه كلش غير بالمداومه. وان شاء الله رايحين يعني جربوها، واكيد ترسلوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام تاعي هذا اللي راه على الشاشه وذ ام تسنيم. اما بالنسبه للمشاريع هذا وقتكم، لازم يعني ديروا هذو لي غاتو ساك، وجدوهم في لي بواط، روحوا دوهم لاصحاب المقاهي ولا لي غروند سورفاس كيما سوبيرات، ولا كاينين اكيد كيشوفوا هكذا حاجه نقيه وبنينه وكلش، اكيد رايحين يعني يكونوا عندكم لي كليون ويعودوا يتواصلوا معكم نتوما على الخاص، وباش تطيبوا لهم يعني نتوما الحاجات اللي يحبوهم هما اكيد.
واللي شافت هذا الفيديو وعجبها اكيد ما تنساش يعني انه تدعمني ودير جام، تبارطاجي لاشين لحباباتها صحاباتها، للناس اللي راهم حابين يديروا حاجه سامبل في العيد الاضحى ان شاء الله يا ربي، يدخل علينا غير بالصحه والهنا ان شاء الله يا ربي. فقط انه كما قلت لكم تبارطاجي لاشين وتابعني اذا حبت يعني تشوف روتيناتي اليوميه. تابعني، رايح نحط لكم القناه الثانيه في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت اللي هي روتينات ام تسنيم. اهلا وسهلا فيكم، نورتوني وشرفتوني، ونتمنى ان شاء الله المحتوى يكون يعجبكم سوا هنا والله لهيه. المبتدئات حبيباتي ديما نركز على المبتدئات. هنايا فاتو كي تغلبك العجينه ولا تغلبك الفرينه في العجين ويكون شويه يابس، ديري برك عاوني روحك في اللامبوط، ديري شويه تاع زيت واكيد راح تجيك سهله. وشوفوا الكونتيتي اللي جاتني، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني كونتيتي مليحه لاباس بها. كما قلت لك الا حبيتي يعني ضعفي المقادير يعني ضاعفي ورايحه تشد لك مده 3 ايام نقولوا على حساب. فوالا شوفوا يعني المحقن تاعي ولا اللامبوط تاعي اللي جا بزاف بنين وهشيش، اكيد يعني شعلوا عليه غير من التحت على 180 درجه. هذيك الحراره رايحه يعني تطلع لكم الفوق، يعني الحراره هذيك راح تحمل لكم الحبات تاعكم ويجي هشيش وبنين وما يجيكمش يابس. سيرتو اللي يعودوا يشعلوا عليه من الفوق. انا نحب اللامبوط ولا الكاطو تاع المحقن ما نشعلش عليه من الفوق، خلاص نخلي الحراره تاع التحت تولي من الفوق يعني، ويجي بزاف كما قلت لكم بنين وهشيش. وفرحوا به وليداتكم سيرتو في هذه الفتره، يعني نحاولوا انه نديروا لهم الحاجات اللي يحبوها ونسهلوها اهليهم، ربي سهلها. نتمنى انه الوصفه عجبتكم ونالت رضاكم. انا استنوني في الفيديوهات الجايه، في امان الله، سلام.